يوسف بالعمري على اعتاب النادي الاهلي، وايه لغز صفقه عمرو الجزار اللي مزعل كل الاهلاويه، وتصريحات ناريه من مدرب كوت ديفوار على منتخب مصر بعد المباراه. كل ده هتعرفه بالتفصيل في الفيديو ده، ففضل وليس امرا اعمل لايك وشير وسبسكرايب وتابع الفيديو. مدرب كوت ديفوار بيضرب منتخب مصر بتصريحات غريبه، وبيقول تصريحات عبثيه، اقل ما يقال عنها انها عبثيه. بيقول ان المصريين يجدون البكاء والتمثيل، فاحنا بنمثل وبنلعب لعب دفاعي وانا اعرفهم من 2006. ده اختصار الكلام يعني. طب تعالوا نفصص كده واحده واحده. بيقول لك المصريين يوجدون التمثيل والبكاء. ازاي انا ابكي وانا عندي 7 افريقيا؟ انت فاهم يعني بتقول ايه؟ انت فاهم بتتكلم مع مين؟ انت فاهم بتتكلم يعني ايه على منتخب مصر؟ انت فاهم يعني ايه اللي بتقوله اساسا؟ وبيقول لك احنا بنلعب دفاع، يعني انت بتلعب دفاع في الثمان بطولات من 2000. بيقول لك من 2006 ان احنا بنلعب دفاعيين، يعني ان احنا لعبنا دفاعي كله. انا بشوف المدرب ده بيعالج شماعته بس على الخساره بتاعته، بيعالجها على اي حاجه. وقال لك انا اعرفهم بالحكام كمان، يعني بيوجه ان احنا نكسب بالحكام. طب شوف اللقطه، شوف الصوره دي اللي انا حاططها لك دلوقتي. رجلي لاعب كوتوفوار هي وداخل في ايد الشناوي، وبيقول لك ده كله احنا بنكسبه بالتحكيم. طب ازاي؟ يقول لي دي لقطه، دي لقطه يقول لك ازاي نكسب بالتحكيم؟ ده مين اللي بيكسب بالتحكيم دلوقتي؟ انت الهدفين، الهدف الثاني ده لمنتخب كوت ديفوار غير مستحق يا جدعان. لو راجع اللقطه يا جدعان، راجعتها كذا مره عشان تفهمها. مفيش دليل قاطع، مفيش حاجه تقول لك ان ده الهدف غير صحيح. انا نفسي اعرف ازاي الكوره دي عدت على التحكيم. وبيقول لك احنا بنكسب بالتحكيم. يقول لك بعدها الحكام. طب يعني ايه بعدها الحكام دي؟ ملهاش حل واحد غير ان الحكام كانوا معانا قال في الماتش ده. وارد يحصل اخطاء في اي ماتش، بس مش للدرجه دي. والثلاث اهداف اللي جابهم منتخب مصر ما فيش 1% شك ان في خطا في اي دون جبناه منتخب مصر، جابوا منتخب مصر يعني. وانت قول لي رايك في الكومنتات بالذات في الموضوع ده، عشان الموضوع استفزني، تصريح مستفز. ونروح لموضوع عمرو الجزار. عمرو الجزار اللي عليه لغز كبير جدا من النادي الاهلي، هو بنسبه كبيره جه النادي الاهلي خلاص، بنسبه كبيره كمان حاليا بيعمل الكشف الطبي. الكشف الطبي ده بيتعمل قبل ما يجي اللاعب النادي الاهلي عشان يتاكد انه سليم 100%. بس اللغز هنا ان النادي الاهلي بيدفع 60 مليون جنيه للاعب زي ده. انا مش معترض على اي حاجه، بس انا معترض على 60 مليون. دلوقتي انت دفعت 60 مليون مع كل احترامي لعمرو الجزار، وممكن يجي برضه يكسر الدنيا، بس انا عايز افهم ليه 60 مليون في لاعب محلي اساسا ما كملش يا جدعان. انت فاهم يعني؟ انت بتخاطر دلوقتي، انت جايبه مدافع وانت مش عارف انه هيعمل في حاجه في النادي، وانت مش عارف. احنا عايزين اساسا كنا مدافع محترف. انت فاهم يعني ايه؟ احنا كنا عايزين مدافع محترف، انت راح تجيب دلوقتي مدافع مع كل احترامي لعمرو الجزار. انت مش ضامن انه يلعب حلو ولا يلعب وحش. انا ما شفتلوش فيديوهات لحد دلوقتي، بس انا مش فاهم يعني انت راح تخاطر ب 60 مليون دلوقتي. مش فاهم انا ليه 60 مليون هتدفعوا في لاعب محلي. ما دي انا عايز افهم بس ليه. اكتب لي في الكومنتات لو انت فاهم. بس ال 60 مليون دلوقتي مش مؤكدين، انا شفتهم، انا مش كلامي انا ده، انا شفته من على الصحف العالميه كتير جدا بيتكلم عنه، يوتيوبر زي بيتكلموا عنه 60 مليون. يعني حاجات كتيره، بس اكيد مش كله غلط مثلا. والمشكله دلوقتي لو لاعب مثلا جالك هيقول لك انت طب ما انت يديك معاك فلوس، ما تدفع لي انا في الموسم 15 30 مليون مثلا في الموسم، زي مروان عطيه زي ياسر، مع كل احترامي للاسامي، مش يعني من كل الاسامي النادي الاهلي. يعني اللغز اللي هيجنن هنا يعني هل اللاعب ده استحق ان انا ادفع فيه 60 مليون؟ وقول لي انت رايك في الكومنتات، هل عمرو الجزار يستحق ال 60 مليون اللي اتدفعوا؟ يوسف بالعمري الظهير الايسر المغربي، اللي كلام كتير جدا عليه انه جاي النادي الاهلي خلاص ومضى وكل حاجه خلصت. بس انت عندك مشكله في الاجانب طبعا، لسه مش هيجي الوقت غير لما تفضي مكان المفروض. وده مش كلام اليوم السابع منزل ان النادي الاهلي خلص كل حاجه في صفقه يوسف بالعمري. وحتى لو خلص النادي الاهلي كل حاجه في صفقه يوسف بالعمري، لازم تمشي واحد عشان يوسف بالعمري يجي، وبنسبه كبيره هيمشي اشرف داري وريشارد، ولا شبه مؤكد انهم ماشيين. بس انا عندي لغز، انا سامع انه طاهر ماشي وقفشه ماشي، وكل لاعب ضغطي مش عايز يمشي. يعني مثلا الاتحاد السكندري ما تقريبا طالب قفشه، وطاهر مش عارف سيراميك كليوباترا عايزاه. فده كله انت اللعيبه دي فاهمني مش عايزه تمشي ليه؟ انا مش فاهم. مع كل احترامي للعيبه، هو طاهر ما يمشيش عموما، بس قفشه ممكن. بس انا مش فاهم ليه اللعيبه دي مش راضيه تمشي. مثلا انا عايز استفاد منك انت خلاص يعني. قفشه مثلا مع كل احترامي يعني شطب، يعتبر كوره، شطب كوره. انت عايز مني ايه تاني؟ انا عايز استفاد منك ماديا، وعايز اجيب لعيبه شباب العب بيها. وبس كده كان كلامنا عن النادي الاهلي النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتابعني عشان كل جديد.